السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ كل عام وانت بخير، ربنا يبارك في الحمد حضرتك يا لله رب. طيب، اللهم لك الحمد. الله يسعدك فيك. سؤال بعد اذنك يا شيخ. اسأل. احنا في السعوديه هنا، انا وكلت جماعات بحيث يطلعوا زكاه الفطر من 3 4 ايام، طيب وعلى اساس ان هم يطلعوها طبعا زي على اساس ان احنا نفطر مع بعض في السعوديه وفي مصر، ولكن حصل اللي حصل وفي فرق يوم، فهم هيطلعوه بعدنا بيوم. هل عليا شيء؟ يعني هيطلعوها متى سيطلعونها؟ هيطلعوها مع مصر، مع عيد مصر. طيب يطلع اليوم قبل المغرب، يلا بسرعة يخرج. لو هو خرج قبل المغرب انا كده لسه عليا شيء، بس بالنسبه لي انا هيبقى اطلعها بعد العيد بتاعي اللي انا في السعوديه. بس بعد العيد، ما انا بقول لك بعد العيد بكم ساعة من الآن. أنت لا، عفوا انتظر. انتظر. ايوه يا شيخ. يعني أنت في السعودية انا في السعوديه واعطيته الفلوس توكيل قبلها بيوم 25 رمضان. الآن. الشمس غربت عندكم في السعودية ولا لا؟ لسه. خلاص بسرعة أنت طلعها الآن، أو خليهم يطلعوها الآن. ايوه ايوه، فهمت يا شيخ. وهنا أنوه على أن بعض الناس، بعض الشيوخ، بعض الخطباء، بعض العلماء يرددون قولا مفاده أن آخر وقت لإخراج زكاة الفطر هو صلاة العيد، وهذا الكلام غلط. إنما الأئمة الأربعة، افهموا يا ناس، الأئمة الأربعة الأحناف والشافعية والمالكية والحنابلة على أن وقت إخراج زكاة الفطر يمتد إلى غروب الشمس، والأفضل إلى انقضاء صلاة العيد، إلى صلاة العيد أي الأفضل، لكن لا تعد قضاء إذا أخرجها إلى غروب الشمس. افهموا يا ناس. والحديث الوارد في الباب في إن من أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ليست زكاة، الحديث هذا لا يصح، لا يصح، إنما موقوف. فالأفضل فهم الناس اللي عندك، لأن في خطباء مساجد كبيرة يقولون هذا الكلام، يقولون آخر وقت هو صلاة العيد. لا، ليس آخر وقت صلاة العيد، وقت الزكاة ممتد إلى غروب الشمس، غروب الشمس يوم العيد عند الأئمة الأربعة. والحديث الوارد في الباب أنها تنتهي بعد صلاة العيد معلول، الله يبارك فيك. طب أنها تكون موضوع ان انا صدقة من خرجتها، الصدقات. نعم. موضوع ان انا طلعتها يعني الآن ما وعطيته تتكلمش الفلوس. كتير، أنت الآن ما تتكلمش كتير، باقي نصف ساعة على غروب الشمس حاضر عندك، بسرعة حاضر يا أخرجها. شيخ. الله يبارك فيك، تسلم يا شيخ، الله جزاك الله خير، يسلمك. مع أو السلامه. خلي أمك تبقى تخرجها هنا الآن لو أنت مش حاضر عارف حاضر تتصرف. حاضر، لما جزاك الله يجرب خير. بسرعة أخرجها.